السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة بولا طاير من الفرحة، أول فوز لمصر في تاريخ كأس العالم. أهلا بيكم يا صحابي. النهاردة مبسوط جدا. مصر فازت على نيوزيلندا 3-1، أول فوز لمصر في تاريخها كامل في كأس العالم. 92 سنة ومصر مكسبتش في المونديال، والنهاردة كسبنا. ما شاء الله، أول فوز في التاريخ، ده إنجاز عظيم. طب قول لنا يا بولا إيه اللي حصل من البداية؟ المباراة اتلعبت على ملعب بي سي بليس في فانكوفر في كندا. الجمهور المصري كان حاضر والملعب كان مولع، بس المباراة ما بدأتش زي ما كنا عاوزين يا ماما. ليه؟ إيه اللي حصل في بداية المباراة؟ نيوزيلندا فاجأتنا، بدأوا ضغط هجومي مبكر. في الدقيقة 14 إليا جاست سدد كرة خطيرة، بس شوبيرا بعدها الركنية ببراعة، وبعدها خطأ في التمرير كان هيكلفنا هدف تاني. كالم ماكوات شاط كرة وشوبير صدها مرة تانية، بس من الركنية اللي بعد تصدي شوبير الأول حصلت الكارثة. كارثة؟ إيه اللي حصل؟ في الدقيقة 15 نيوزيلندا سجلت الهدف الأول. فينسرمان المدافع أحرز هدف من ركنية لضربة رأسية. نيوزيلندا تتقدم 1-0 على مصر. يا ماما الإحساس كان صعب جدا. فاكرة مباراة بلجيكا لما كنا متقدمين 47 دقيقة؟ النهاردة العكس، احنا اللي كنا متأخرين من الدقيقة 15. يعني مصر كانت متأخرة وبعدين عملوا إيه؟ مصر ما استسلمتش يا ماما. بعد صدمة الفريق رجع للمباراة بسرعة. في الدقيقة 27 أمام عاشور قاد هجمة، وعمر مرموش سدد كورة قوية الحارس كروكوم أبعدها بصعوبة. وبعدها في الدقيقة 35 مرموش عدت كورة حرة لصلاح، وصلاح سدد بالشمال خارج القايم اليمين. وكان فيه لحظة مؤلمة، حمدي فتحي اتصاب في الدقيقة 41 واتبدل، ونزل رامي الربيع مكانه. يعني فقدنا قلب الدفاع في نص الماتش. الشوط الأول خلص 1-0 لنيوزيلندا، بس يا ماما الشوط التاني كان حاجة تانية خالص. الشوط التاني إيه اللي اتغير يعني؟ كل حاجة اتغيرت يا ماما. مصر دخلت الشوط التاني زي الأسد الجريح. من أول دقيقة في الشوط التاني صلاح سدد والحارس اتصدى، رامي ربيع حاول يسجل. مصر هجمت بجنون. في الدقيقة 52 شوبير اتألق مرة تانية وأبعد رأسية مكويت للركنية. شوبير كان ممتاز. طيب إمتى جه هدف التعادل؟ يا ماما دلوقتي هنتكلم عن الأهداف التلاتة مع بعض، لأن التلاتة كانوا أحلى من بعض. الهدف الأول زيجو الدقيقة 58. محمد هاني نفس محمد هاني اللي حصل منه الهدف العكس ضد بلجيكا. النهارده عمل أجمل حاجة في الماتش، رفع كرة عرضية حلوة قوي من اليمين، ومصطفى زيكو طرف الهواء مدرب رأسية ولا أربع في سقف المرمى. زيكو سجل هدفه الدولي الثالث في رابع مباراة ليه بقميص مصر. 1-1 والأمل رجع. وهاني اللي صنع الهدف بعد اللي حصل في بلجيكا، ده اعتذار جميل. بالظبط يا ماما، هاني رد الاعتبار لنفسه بأجمل طريقة. الهدف التاني محمد صلاح الدقيقة 67. يا ماما الملك القائد الأسطورة محمد صلاح في الدقيقة 67 أحرز هدف التقدم. الملعب انفجر، وده مش هدف عادي، ده تالت هدف لصلاح في كأس العالم، وبقى صلاح أكتر هداف مصري في تاريخ المونديال، منفرد بالصدارة. الملك هو الملك. 2-1 لمصر. ما شاء الله، صلاح سجل ومصر اتقدمت. والأحلى لسه يا ماما، الهدف الثالث تريزيجيه الدقيقة 82. البديل محمود حسن تريزيجيه نزل في الدقيقة 76 بدل مرموش. بعد 6 دقايق من نزوله عمل حاجة خرافية. صلاح نفذ ركنية بنفسه، تريزيجيه طار في الهواء وضرب رأسية صاروخية دخلت المرمى. هدف سينمائي، رأسية وهو طاير. 3-1. حسام حسن المدرب كان واقف على خط الملعب ومش مصدق. يا سلام، 3 أهداف كل واحد أحلى من التاني. زيكو رأسية في السقف، صلاح يبقى الهداف الأول، وتريزيجيه رأسية طايرة. أيوة يا ماما،
خليني اقولك حاجة مهمة جدا، الاهداف التلاتة كلها جت في الشوط التاني. يعني مصر كانت خاسرة في الشوط الاول ورجعت سجلت 3 اهداف في 24 دقيقة، دقيقة 58 لدقيقة 82. ده اصرار، ده شخصية، ده تاريخ. طيب يا بولا، ليه الفوز ده تاريخي قوي كده؟ يا ماما الفوز ده تاريخي لعدة اسباب. اولا ده اول فوز لمصر في تاريخ كأس العالم بالكامل. مصر شاركت فيه 1934 و1990 و2018 و2026 وما فازتش ولا مباراة، والنهاردة كسبت لأول مرة بعد 92 سنة. ثانيا حسام حسن بقى أول مدرب في تاريخ مصر يحقق فوز في كأس العالم، والراجل ده هداف مصر التاريخي وعنده 69 هدف دولي، والنهاردة ضاف لتاريخه إنجاز أكبر. ثالثا مصر تصدرت المجموعة 7 ب4 نقاط بفارق نقطتين عن إيران وبلجيكا اللي تعادلوا 0-0، ونيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة. رابعا صلاح أصبح هداف مصر التاريخي في المونديال ب3 أهداف، أكتر مصري سجل في كأس العالم. ده فعلا إنجاز عظيم. طيب مين كان نجم الماتش؟ صعب اختار واحد يا ماما لأنه كل فريق كان بطل. محمد صلاح طبعا سجل هدف التقدم وصنع هدف تريزيجيه من الركنية. مصطفى زيكو سجل هدف التعادل الرائع، تالت هدف دولي ليه في 4 مباريات بس. تريزيجيه نزل بديل وسجل بعد 6 دقايق رأسية من وضع الطائر. محمد هاني صنع هدف التعادل بعرضية نموذجية. مصطفى شوبير تصدر كرات خطيرة في الشوط الأول ومنع نيوزيلندا من تسجيل التاني. وحسام حسن المدرب تغييراته في الشوط التاني غيرت الماتش، نزل تريزيجيه وحمزة عبد الكريم وزيزو في الوقت المناسب، كل واحد فيهم أضاف للفريق. ما شاء الله. وترتيب المجموعة بقى إيه؟ مصر في الصدارة يا ماما، مصر 4 نقاط في القمة، إيران نقطتين، اتعادلت مع بلجيكا 0-0، بلجيكا نقطتين، نيوزيلندا نقطة واحدة في الأخير. يعني مصر بقت في وضع ممتاز جدا للتأهل، ولو أخدنا نقطة واحدة من المباراة الأخيرة نتأهل رسميا. والمباراة الأخيرة ضد مين؟ ضد إيران يا ماما، وهتكون المباراة صعبة، بس مصر اللي كسبت نيوزيلندا 3-1 وتعادلت مع بلجيكا 1-1، تقدر تواجه أي فريق إن شاء الله. وعايزة أقول حاجة مهمة جدا، النهاردة يوم لن ينساها أي مصري، أول فوز في تاريخ مصر في كأس العالم. 92 سنة من الانتظار انتهت النهاردة. اللاعبين شرفونا وحسام حسن دخل التاريخ. الجمهور المصري في كل مكان فرحان النهاردة. يلا يا مصر، الجاي أحلى. يلا يا مصر. وانتم يا صحابي قولولي في الكومنتات ايه احلى هدف من ال3، زيكو ولا محمد صلاح ولا تريزيجيه؟ مين كان نجم الماتش من وجهة نظركم؟ وهل مصر هتتأهل رسميا وتعدي دور المجموعات لأول مرة؟ وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا وتفعلوا الجرس. تابعونا في تغطية كل مباريات العرب في المونديال. نشوفكم في حلقة جديدة. سلام.